بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ألمانيا الاتحادية ومصر، وصل وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور في زيارة لألمانيا يرافقه وفد اقتصادي يضم رؤساء كبريات الشركات المصرية، حيث التقى بعدد من رجال التجارة والصناعة الألمان، وافتتح الجناح المصري بمعرض الخضر والفاكهة الذي يعد أكبر سوق تصديرية في أوروبا. الهدف باختصار هو تشجيع المصدرين المصريين وخاصة مصدرين الخضر والفواكه. هذا المعرض هو أكبر معرض دولي للخضر والفواكه الطازجة. الجناح المصري أكبر جناح في تاريخ هذا أكبر جناح مصري في تاريخ هذا المعرض. هناك 62 عارض. المنتجات المصرية بتلقى الحقيقة قبول واضح وكبير من المستوردين من دول مختلفة. مصر يعني هذا التواجد الكثيف في هذا المعرض تأكيد على أن مصر بتتمتع بميزات نسبية وتنافسية كبيرة في هذا المجال، ويجب أن ندعم ونستمر في دعم هذا المجال وهو الإنتاج الزراعي من الفواكه والخضر الطازجة. 60 شركة عارضة تعرض المنتج المصري الزراعي المعد للتصدير في جناح ضخم بمشاركة 84 دولة و2500 عارض من مختلف دول العالم. بالنسبة لمصر، طبعا مصر معروفة من سنين إن هي بلد زراعية فيها كمية حصلات زراعية لا حصر لها محترمة جدا، والكواليتي عالية قوي بتاعتها. ومهم قوي ان احنا نعرف الدول الاوروبيه والدول جنوب شرق اسيا والدول الافريقيه بالكواليتي العاليه بتاعت مصر. مصر متميزه جدا في معظم الحصلات الزراعيه، وخاصه طبعا احنا عندنا حصلات زراعيه بتقعد سيزون كبير قوي زي البرتقال او بمعنى الاصح السيتروس بانواعه، البرتقال يوسف عندي الجريب فروت بيقعد حوالي 6 أشهر. كبار المستوردين الألمان قد أثنوا على المنتج الزراعي المصري من حيث الجودة والتغليف والسعر. I think Egypt is a very big partner for exporting fruits and vegetables for Europe, and I think Egypt proved themselves in the last years as a very reliable partner and developed themselves very bigly the last years also in terms of quality. Wir importieren in erster Linie Speisefrühkartoffeln aus Ägypten, die wir in Deutschland und Mitteleuropa an die Kunden, speziell in die Supermärkte verkaufen. مشاركة مصر بجناح ضخم في أحد أكبر المعارض الزراعية الدولية بألمانيا للسنة التاسعة على التوالي يعكس حجم التبادل التجاري المصري الألماني ومدى أهمية مصر كدولة مصدرة للمنتج المصري الذي ينافس وبقوة في الأسواق العالمية. من داخل أرض المعرض، إيمان البكري، التلفزيون المصري، برلين.